كان في واحد راعي غنم عنده حلال، مو براعي، هو مالك الحلال يعني. وكان طالع من عند أهله بدو بالخيام، وطالع للقرية اللي جنبهم علشان يبيع بعض الحلال اللي معه. المهم وهو راجع مر على آم، محطة بنزين، يبي يعبي بنزين. والمحطة هذه بجهة مقطوعة، يعني كل المكان أصلا كل المكان بر، وحتى والمحطة بجهة مقطوعة، وحتى القرية مو من كبرها، يعني مجرد قرية صغيرة. المهم جاء عند المحطة وقال للعامل حق البنزين، وكان واحد يمني، قال له عب لي بنزين. لما خلاص عب البنزين قام هو طلع الفلوس قدام اليمني، وكان معاه طبعا فلوس واجد، لأنه بايع الغنم زي ما قلنا، بايع بعض من غنمه. اليمني شاف الفلوس اللي مع الشايب. المهم الشايب دخل البقالة ياخذ له بعض الأشياء، وطلع وركب سيارته ومشى. يوم مشى شوي عن المحطة، ولا هذاك الرجال اللي أشر له قام وقف. قال له هنا أبي شوي عن الخط شوي، لي ربع هناك بروح لهم. المهم ركبه ومشى فعلا شوي، وقال له الرجال انزل من الخط. طبعا الرجال هذا منه، هذا اليمني حق المحطة، بس الشايب مو منتبه أصلا، يعني ما انتبه له ولا يعرفه حتى، يعني ما دقق بملامحه يوم انه يعبي بنزين. المهم لما غابوا شوي عن الخط، قام اليمني طلع سكين من جيبه وغرسها بقلب الشايب، اطعنه كم طعنة، وأخذ الفلوس اللي معاه ونزل. كان يومها مطر، كان وقت شتاء، وكان مطر قوي على المكان. المهم سكر على الشايب السيارة ورجع للمحطة، ولا من شاف ولا من دري إلا الله سبحانه. المهم جاء واحد من الرعاة السودانيين وشاف السيارة واقفة، ويعني وكم يوم متتالية، فشك بالوضع. قام راح للسيارة، لما راح له وطل داخلها لقى الرجال اللي مذبوح له أسبوع هو الحين تقريبا. المهم كلم الشرطة، كلم كفيله، الكفيل كلم الشرطة. ما كان في جوالات، كانت التليفونات يعني. المهم رجع السوداني الكفيل وبلغه، والكفيل بلغ الشرطة. جت الشرطة عاينت المكان، شافته، عاينوا المكان، لكن للأسف الأمطار ويعني هذاك الوقت ما حتى أي أثر أو أي أثر خطوات للقاتل. فقعد الموضوع 4 سنوات ما حد عرف منه القاتل. وطبعا الشايب دفنوه وأهله أخذوا على العزا فيه، لكن ما حد داري منه القاتل. بعد 4 سنوات جاء مجموعة من الضباط كاشتين في المنطقة هذه منطقة بالشرقية، القصة حقيقية وموثقة في أقسام الشرطة. المنطقة هذه تقريبا عند قرية العليا، يعني بالأماكن هذيك. 4 ضباط حبوا يكشتون بالمكان. طبعا انتم ما تعرفون هذاك المكان ما شاء الله بالمطر، وهذا ربيع مرة. اكشتوا ال4 ضباط هذولا، وبعدين ويوم جاء يوم الجمعة قريب يعني بعد المغرب، يبون يرجعون للدمام، هم جايين من الدمام. طبعا كل 2 بسيارة. واحدة من السيارات تقريبا قرب يخلص عليها البنزين، فقال لأخوياه لازم نمر أقرب محطة، فكانت هي المحطة اللي فيها اليمني. طبعا المحطة زي ما قلنا لكم وبهجر وفاضية وما فيها أحد. جو وقفوا يدورون أحد يصب لهم بنزين، ما لقوا. فقام واحد منهم نزل من السيارة وصار يدور أي أحد يصب له بنزين. لما جاء لقى ذاك الرجال اللي نايم على سرير قدام باب غرفة كيربي. المهم لما جاء وقف على راسه، ولا الرجال يتقلب ويقول والله ما ذبحته، والله
والله ما ذبحته، والله ما قتلته. المهم صحى الضابط. طبعا كان لابس لبس عادي ترى، يعني ما يدري اليمني هذا، ما يدري انه هذا ضابط. صحوا، وبعدين قام اليمني وقام وحط لهم بنزين وكملوا طريقهم. لما جاء يوم السبت وداوموا، كان وقتها السبت دوام، قال لربعه: يا الربع، أنا يوم جيت عند المحطة وجيت أقوم الرجال اللي صب لنا البنزين، لقيته يعني تقلي حلم ويقول والله ما قتلته، والله ما ذبحته. طبعا اشتغلت الحاسة الأمنية عند الضابط، فقال أبغى أشوف هل فيه جريمة قتل تمت في ذاك المكان، يعني حتى لمدة سنوات ماضية. وفعلا قاموا يفتشون بالقضايا اللي ما حلت لحد ما طاحوا في القضية حقة الشايب اللي انقتل بذاك المكان، ولحد الحين ما حد عرف من قاتله. قام الضابط أمر مجموعة من الأفراد أنه روحوا المحطة الفلانية بالمكان الفلاني وجيبوا لي العامل اللي صب البنزين. وفعلا راحوا وجابوه، وما كان محتاج انه يعني يضغطون عليه اكثر، لان الرجال يعني قال لهم: انا لي 4 سنين ما نمت زي الناس، لي 4 سنين وانا خايف، ولي 4 سنين وانا نومي كله كوابيس واحلام. وفعلا اعترف بالقتل، وسبب القتل انه يبغى فلوسه. وبعدها فترة تم إعدامه، وبكذا الله يعني أخذ الشايب حقه من هاليمني.